السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شوية قلقاس هيعجبكم جدا. اكلات الساقعة والاكلات اللي بتدينا طاقة وبتدفينا في الشتاء. ناس كتير عندها عقدة من القلقاس وما بتحبهوش خالص. بعد الفيديو ده اوعدكم هتجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا وهتغيروا مفهومكم عن القلقاس خالص. يلا حبايب قلبي، نسمي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل على وصفتنا النهاردة. معايا كمية اللحمة اللي أنا هعملها مع القلقاس. أي كمية انتوا محتاجينها على حسب أفراد أسرتك، بقطعها كويس جدا مكعبات. بقطعها مكعبات على قد القلقاس عشان تتشال في المعلقة مع القلقاس مرة واحدة. ومعايا حلة على النار فيها معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة، أو أنا كان عندي حتة دهنة حطيتها ساحت مع الزيت كده. ونزلت باللحمة. بعد كده اللحمة بدأت تاخد لون معايا، ما بقلبهاش لحد ما تاخد لون. بحط عليها رشة من الفلفل الأسمر ورشة من البهارات ورشة من الملح الأبيض. أنا معايا هنا فصين مستكة حطيتهم برضو. وبعد كده أبدأ أقلب اللحمة زي ما قلتلكم، ما بقلبهاش على طول عشان ما تنزلش مية. بقلبها كويس زي ما انتوا شايفين كده. لازم اديها تشويحة الأول، وبعد كده بقى هبدأ أسلقها. معايا حبهان وقرنفل وورق لورا، ومعايا بصل وجزر وطماطم. احطهم على اللحمة معايا. وطبعا معايا مية في الكاتل بتغلي. معايا برضو عود من الكرفس، ده بيخلي ريحة اللحمة ويخلي ريحة الشوربة والسلق تحفة. بنزل عليهم بقى بالمية المغلية وبسيبهم يتسلقوا مع بعض بقى. دي أول خطوة أنا عملتها، بسيب اللحمة تتسلق معايا وبروح بقى على القلقاس. معايا القلقاس زي ما انتوا شايفين كده. أنا غسلته، وبعد ما غسلته سبته ينشف كويس جدا. ماشي. لازم القلقاس معايا يكون لونه أحمر من فوق كده زي ما انتوا شايفين، ويكون طازة. ولازم نتفق إن القلقاس ما بيتغسلش نهائي، بيتغسل قبل التقشير، لكن بعد لا، ما بيتغسلش خالص. ولازم ايدينا تكون ناشفة والسكينة كمان معايا تكون ناشفة. والمادة اللزجة دي انا ما بحاولش اخسرها خالص، ما بغسلوش عشان المادة اللزجة دي نهائي، لان المادة اللزجة دي اهم حاجة في القلقاس. زي ما قلت لكم بغسلها كويس جدا وبعدين انشفها، وبعد كده بقشره. وانا بقشره بيكون معايا فوطة المطبخ نظيفة او مناديل، وايدي وبمسكها بايدي. لو السكينة او اي حاجة ببدأ امسحها بالفوطة. اهم حاجة ما بيجيش عليها اي مية. وببدأ اقطعها زي ما انتوا شايفين كده معايا مكعبات. ببدأ اعملها صوابع، واعملها بقى اقطعها مكعبات. وانا بقشرها لازم اشيل طبقة معايا تخينة من القشر، عشان القلقاس معايا يكون اللحم القلقاس نقي معايا كده وكويس. ومعايا هنا بقى السلق، باخد الورق بتاعه بس ما باخدش العيدان. يعني معايا مثلا 2 كيلو من القلقاس، باخد له ربطتين او 3 من السلق. وباخد معايا شوية من الشبت، نص حزمة من الشبت على نص حزمة من الكزبرة. باخد شوية من الشوربة معايا اللي انا صفيتها كويس جدا من اي حاجة. انا صفيتها، شلت اللحمة، صفيت الشوربة كويس جدا، ورجعت اللحمة تاني في الشوربة. باخد معايا كبشة من الشوربة دي، وببدأ اضرب الخضرة دي في الخلاط. ومعايا القلقاس بتاع الشوربة بتاعتي بتاعت القلقاس، بنزل عليها بنص عصرة ليمون. خلاص كده. انا هنا بقى الخضرة لما حطيت عليها كبشة من الشوربة وضربتها في الخلاط، بصفيها. بنزل بالخليط الاخضر بتاعها، وبسيب التفل بتاع الخضرة معايا. بعد كده نزلت القلقاس معايا. انا هنا ضفت رشة من السكر يا بنات، بس برضو ما بنتش. ضفت رشة من السكر اللي هو ربع معلقة صغيرة من السكر. بضيفها على الشوربة بعد ما صفيتها تماما. خلاص.
بديها برضو رشة من الملح بحيقها كده كويس، وبقلبها وبغطيها وبسيبه بقى يتسلق مع نفسه. هنا بقى التفل بتاع الخضرة ده هاخده اوريكم هعمل بيه ايه. بغطي كده القلقاس واسيبه يستوي، ومعايا طاسة على النار بنزل فيها بمعلقة من السمنة كبيرة، وكمان معايا معلقة توم كبيرة. بقلبها شوية كده يدوب تقلبتين، وهنزل عليهم بقى معايا معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعايا معلقة صغيرة من الكمون. برضو بقلبهم تاني، وبعد كده ببدأ اجيب الخضرة معايا اللي انا نشفتها، اللي انا قصدي صفتها. انا خدت الخضرة في الخلاط، هقول لكم تاني، خدت الخضرة في الخلاط، حطيت عليها كبشة من الشوربة، ضربتها في الخلاط، ونزلت بالصوص بتاع الخضار، السلق والكزبرة والشبت على القلقاس نفسه، وخدت التفل بتاع الخضار اللي هو البواقي بتاعته، نزلت بيها على الكزبرة والثوم والكمون، وفضلت اقلب فيها. بفضل اقلب فيها فترة كويسة جدا لحد ما تشوف اللون معايا كده، تبدأ تخرفش معايا. دي التحبيشة بتاعته القلقاس. وبعد كده ببدأ انزل بيها بقى على الشرب، على القلقاس بتاعي. ساعتها بقى شموا بقى الريحة وشوفوا طعم القلقاس بالخلطة دي. هنعمل هنا مع بعض رز بالمستكة، الرز الابيض. معايا معلقة من السمنة وشوية من الزيت، ونزلت معايا بشوية فصين من المستكة، وحديتين لورا، وحديتين حبهان، وحديتين قرنفل، عشان بس اطعم الرز. وبعد كده بشيل كل البهارات دي، ما بتبقاش موجودة معايا، لمجرد انه يستوي. لازم افضل اقلب في الرز كده او احوره عشان يبقى مفلفل معايا. ومعايا طبعا ميه بتغلي. الميه لما بتنزل مغليه على الرز مفيش، يدوب بيتكتك في ثانيه وبتشرب معايا، ابدا اوطي عليه. نزلت معايا بالملح واقلب الرز، مفيش هيتشرب، وخلاص. كده انا خلصت الاكله بتاعتنا النهارده، ما بتاخدش معاكي نص ساعه. بصوا بقى كده الرز ما شاء الله جاهز معايا، وشوفوا شكل القلقاس معايا. ويا ريت تجربوا طعمه وتجربوا الطريقه دي، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. هتعجبكم جدا جدا الطريقه دي، وهتغير مفهومك عن القلقاس تماما. بجد اللي ما بيحبش القلقاس بعد الطريقه دي ما تجربوها هتموتوا فيه. طبعا القلقاس مفيد جدا جدا وجميل وما شاء الله تحفه. بصوا بقى طبعا القلقاس مستوي معانا ازاي. وهنا معايا الليمون اللي انا مخللاه. معاكم فيديو الليمون تقدروا تشوفوه لو حبيتوا تشوفوا الليمون. حبايب قلبي جربوا الوصفة دي النهاردة، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.